بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وكل أوان ولدهر ظهر الدور كل آمين. في الأول حابب أشكر أبونا ميخائيل وأبونا موسى وأبونا استفانوس وأبونا يوسف إن هم يعني بيسمحوا لي إن أنا أجي آخد بركة الكنيسة هنا، ويمكن السنة دي ما جيتش النهضة لأسباب خارج إرادتي، فيعني جيت خدت بركة اجتماع الشباب مع إصرار الأخ رؤوف إن يعني أجي آخد البركة هنا. يعني الأخ رؤوف مديني موضوع لو سبتوني نتكلم فيه ممكن نقعد فيه 3 ساعات، وانتوا عارفين ان انا بقعد اكتر من 3 ساعات. انا بشجعكم بس عشان تبقوا مصحصحين. يعني على فكره من شيق جدا الموضوع اللي انا خدته ده، ويمكن انا استفدت منه على فكره كتير، وحاجات كتيره يعني بقت واضحه بالنسبه لي، وخاصة اللي بيصلي وساعات ما بيكملش يصلي مش عارف السبب ايه. هو مش عارف السبب ايه. احنا شباب الاول، الموضوع عبارة عن جالي كده: هل الله يريد ان اصلي؟ هل يحتاج الى صلاتي؟ وان كان الله يعمل مشيئته فما فائدة صلاتي؟ وهل ان صليت تتغير الظروف وتتغير الاحوال؟ يعني 5 اسئلة. الاخ رؤوف ربنا يخليه نحاول نجاوب على سؤال منه ولا حاجة. يعني أول سؤال أنا مش هقوله، المفروض إحنا اللي نجاوبه: هل الله يريد أن أصلي؟ عاوز إجابة. عاوزنا نصلي؟ ما اللي يقول ليه؟ عشان صلة. طب السؤال تاني: هل الله يحتاج لصلاتي؟ أيوة. مين اللي قال أيوة؟ طيب، على فكرة من الحاجات اللي بتخلينا نهمل الصلاة احنا مش عارفين معنى الصلاة. هو انا مفكر ان انا بدي ربنا وقت، بفكر كده، لكن الحقيقة ان انا المفروض تعرفوا واحنا صغيرين كده او احنا شباب لسه يعني في الجامعة، الصبح بروح لبابا اقول له ايه؟ صباح الخير، هات اللي في ايه؟ هات اللي في جيبك عشان ايه؟ رايح الكلية، صح؟ يعني انا بصبح على بابا عشان اخد منه ايه؟ بركات. فانا بصبح على ربنا او بتكلم مع ربنا عشان اخد منه بركة، مش عشان انا بديله وقت. ساعات احنا بنفكر ان احنا بندي ربنا وقت. زي المزمور الاولاني بيقول ايه؟ حد عارف؟ مزمور الاولاني كنت لسه هقول اللي هيجاوب واخد 5 جنيه. لا انتوا كتار قوي. الحمد لله الحمد لله. طوبى للرجل، نشوفه كده بيقول ايه: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته. يعني فرحان قوي وهو بيتكلم مع ربنا، وفي ناموسه يلهج نهر. ايه النتيجة؟ فيكون كالشجرة مغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في اوان ورقها لا ايه؟ ادي البركة اللي بناخدها من ربنا. اللي عاوز يثمر لازم يتغرس جنب النهر او جنب المية او مع ربنا. ببساطة اللي عاوز يتكلم مع ربنا عامل زي الشمس لما الصبح بنفتح الشباك. ليه بنفتح الشبابيك في البيت؟ عشان تخش تعمل ايه؟ يعني تطهر الايه؟ البيت، صح كده؟ فاحنا بنصلي عشان ربنا يدخل قلبي ويطهره. يعني اي انسان تعبان او في اي حاجة تعباه في قلبه او في فكره، في حاجة ولا ايه؟ انا اللي اتلخبطت مش هم. اللي تعبان يروح لمصدر العلاج، مصدر الطهارة. فكر مش كويس، اللي هيعالجه هو ربنا، اللي هيعالجه هو علاقتي بربنا. واحنا بنصلي واحنا مش فاهمين ساعات بنقول له: انضح عليا بزوفاك فاطهر، اغسلني. حافظينها وبنقولها لوك 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 كده وخلاص. لكن انا فعلا يا رب محتاج
اتطهر، محتاج ابقى ابيض من السلك. الانسان لما يحتاج الحاجه زي دي ربنا عمره ما يتخلاه. هل انا او ربنا يحتاج لصلاتي؟ في اجابه للسؤال ده في القداس الغرغوري. يقول ايه بقى؟ وليس شيء من النطق يستطيع ان يحد لجة محبتك. يعني تخيلوا بنقول مش لاقيين كلام نقوله على محبتك لنا يا رب. ماشي؟ خلقتني انسانا عشان بيحبني. عشان ايه؟ ولم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ايه؟ يعني انا محتاج ان انا اصلي ربنا عشان اخد منه، مش انا واقف اصلي عشان ادي لك يا رب وقت ويكتب انا قعدت 10 دقايق مع ربنا او ربع ساعه مع ربنا. لا، انت بتاخد من ربنا، انت مش بتدي لربنا. هاخد اقوال بسيطه عن الصلاه وبعد كده هسالكم سؤال ويا ريت تجاوبوني عليه. اقوال اباء الاول: الصلاه هي رفع العقل الى الله. هتقول لي بسرح، يبقى انت مش بتصلي. الصلاه رفع العقل لايه؟ لله. يعني انتوا صليتوا ترنيمه بيقول لك إيه؟ هنسى اللي حواليا عشان انا بكلمك يا رب. المفروض الصلاه المفروض احنا بقى نعمل ايه؟ لو معايا موبايل اقفل الايه؟ مش وانا واقف اصلي بتاع طب مش عارف. ايوه حاضر، طب ماشي مش عارف. بعدين ما ينفعش. الصلاه مع ربنا رفع العقل الى الله. ده الاب يوحنا قال كده. الاسقف اغناطيوس قال كده: الصلاه هي رجوع التائب الى الله. شوف انا اللي محتاج اهو. انا اللي محتاج لمين؟ لربنا. الصلاه تحول القلوب اللحميه الى قلوب روحانيه، والقلوب الفاتره الى قلوب غيوره، والقلوب البشريه الى قلوب سماويه. ده يوحنا ذهبي الفم. مش هكمل بقيه الاقوال. هسال سؤال بقى: لماذا نصلي؟ عاوز افهم انا وليه بقف اصلي. حد يجاوبني. اللي هيجاوب ياخد 5 جنيه، بس اجابتك تكون صح. اللي يجاوب يقف عشان اكلمه. انا بصلي ليه؟ لا بلاش انت يا ميري، انت بتفلسيني. لا بلاش. بنصلي ليه؟ ما اعرفش، انا بسال. تثبت محبتك. طب اديك 5 جنيه، انت صعبت عليا يا مينا صدقني. بس يعني ايه، هي اجابه حلوه بس يعني مش محطوطه في ماشي. 5 جنيه وامر الله. معاك 5 جنيه يا عم رؤوف؟ انت على فكره في حاجات كتيره مش حاجه واحده. ايوه في عشان اتكلم مع ربنا. لا هاتي 5 جنيه. لماذا اصلي؟ عشان ايه؟ هات 5 جنيه. مين اديها لها؟ ما نفس اللي انت قلته. ها قول يا مهرائيل. طيب على فكره احنا مش فاهمين معنى الصلاه. انا بصلي اصلا انا عاوز اخش كليه. انا بصلي اصل عاوز اتجوز. انا بصلي اصل عاوز اشتغل. انا بصلي اصل تعبان وعاوز اخف. انا بصلي اصل ماما تعبانه وعاوزه تخف. خلاص بقى، ما انا خلاص هاخد ال5 جنيه انا اولى يا عم. انا بصلي عشان وده على فكره بيخلينا ما نكملش الصلاه. لماذا نصلي؟ اول حاجه نصلي لانها وصيه الهيه. وصيه ايه؟ الهيه. يقول كده: اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك، على نفس اللي بتقوله اهو، واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على ايه؟ نيه. ده متى 6:6. وقال لهم ايضا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. ماشي. ايه تاني؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه، اما الروح فنشيط اما الجسد. يبقى ليه بصلي؟ اولا لان دي وصيه ربنا، وربنا لما بيديني وصيه بيقول لك صلي، اكيد في فايده ليا. يعني لما يجي يقول لي لا تقتل، اكيد في فايده ليا لو ما قتلتش، لان لو قتلت خلاص مستقبلي ضاع، كل حاجه ضاعت. فلو ما نفذتش الوصيه انا بضيع. فلما يجي يقول لك صلي اكيد في فايده ايه؟ ليا. فلان دي اول نقطه انا بصلي ليه؟ طاعه للوصيه، طاعه للايه؟
الوصية. تاني نقطة زي ما مينا قال، الصلاة هي الوسيلة الوحيدة اللي بواسطها يدخل الإنسان في حضرة الله والعشرة معه. مفيش حاجة تخلينا ندخل في علاقة مع ربنا غير الايه؟ الصلاة. والدليل على كده ايليا قال كده: حي هو رب الجنود الذي انا واقف ايه؟ امامه. في عشرة. ده يدينا ايه بقى؟ خوف وقت الصلاة، لان انا واقف امام مين؟ ما ينفعش اجي بشرط الكنيسة. يعني خلي بالك في حاجات كده، لاني انا مش عارف انا بكلم مين، فهاجي بشرط، اجيب اي حاجه، معلش اصل انا جاي اعمل حاجه كده، ما ينفعش. ما ينفعش. انت لو راح رئيس الجمهوريه، معلش اصل انا جاي اظبط المايكات وماشي ورايح له بشرط، يعني ما ينفعش. بدي مثل بسيط يعني. حي هو الرب جنود الذي انا واقف ايه؟ امامه. خلي بالك كل ما هتصلي هتحب ربنا، هيزداد حبك، هتتغير، وهنشوف معناها ايه كمان شويه. ثالث نقطة، لأن الصلاة جعلها الله فرصة لنحتمي فيه. لنحتمي ايه؟ فيه. الآية بتقول ايه؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في ايه؟ في تجربة. خلي بالكم بقى هنا الشيطان يترعب من الصلاة، والدليل على كده يا ابونا انا اول لما بصلي بفتكر حاجات انا عاوزها، لما باجي اصلي بلاقي نفسي بتاوي. ليه؟ اصل الشيطان مش عاوز يقوي علاقتك بربنا، لانه اتحرم من دي. خلي بالكم هكلمكم بالبلدي. لو انا شاب مشيت غلط، باجي لواحد صاحبي: تعالى ايه رايك في السيجاره ديت؟ حلوه، ايه رايك؟ مع ان السيجاره دي على فكره ب 100 جنيه وب 200 جنيه، لان حاطين فيها حاجات كده، رز وحاجات محشي بقى. طب انت مش مستوعب ان هو بيديك حاجه غاليه؟ اصل انا واقع في الشر، فعاوز اخويا يبقى زيي، لان انا محروم اروح الكنيسه، لان انا محروم بعلاقتي بربنا، فانا عاوز الناس معايا. الشيطان كده برضه. الشيطان عشان محروم في علاقته بربنا عاوزنا بلا استثناء احنا كمان نتحرم من علاقتنا بربنا. عاوزنا بعاد عن ربنا عشان يدينا فوق دماغنا. هو الجندي لما يكون معاه السلاح، الحرامي يقدر يخش؟ ما يقدرش. سلاحي ايه؟ هو الصلاة. سلاحي هو الايه؟ هو الصلاة. وخلي بالكم بيقول لك لنحتمي فيه عند التجربة. في واحد بيتعرض لتجربة صعبة، يعني أنا والدتي توفت وعمال ليه يا رب أنا صغير، ولاقي تاني مثلا ابنه توفى وتلاقيه فرحان ومبسوط. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ربنا سمح بمشكلة وبعلاقتي بالله وعارف مشيئة الله ان هي حلوة ليا، فبقى فرحان. الام دولاجي ولا الست رفقة لما اولادها كانوا بيتذبحوا، احنا دلوقتي لسه بنصلي عشان الناس اللي الاطفال اللي ايه؟ منظر صعب. قال لها ما الدولاجة استحملت كده ازاي؟ استحملت ده لانها علاقتها قوية بربنا. ربنا ما غيرش التجربة، غير التجربة، اولادها ماتوا ولا ما ماتوش، بس اداها ايه؟ سلام، قوة. خد بنتي اهي، خد ابني اهي، موتهم الاول. ايه السلام ده؟ ايه الجبروت ده؟ جبته منين؟ في علاقة مين؟ بربنا. بنعرف بقى اللي بعيد عن ربنا يتعرض لمشكلة، هو فين ربنا؟ هو نسينا؟ هو للأسف يعني بيفضح نفسه ان انا ما بكلمش ربنا يعني. رابع نقطة، لأن الصلاة جعلها فرصة ليسمع فيها طلباتنا. لا خلي بالكم بقى، طلباتنا هنا شوف الإنجيل بيقول إيه، الكتاب بيقول إيه: لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. طب إيه طلباتنا؟ يا رب عايز أتجوز، يا رب عايز أشتغل، يا رب. لا 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 لا، طلباتكم كده؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وهذه كلها. خلي بالكم الأشرار بيتمتعوا بخيرات كتير، اللي المفروض احنا كل شويه واجعين دماغ ربنا بيها.
يا رب عاوز يا رب عاوز. ما الاشرار بيتمتعوا بالكلام ده كله، زينا زيهم، يمطر على الاشرار والايه. لكن انا المفروض اصلي عشان ايه؟ عشان خلاص نفسي، مش عشان اكل. خلاص نفسي، بدور في الصلاة على خلاص نفسي. خامس نقطة، نحن نصلي لأن الصلاة خدمة شكر وحمد لله. يقول كده: فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ لو أنت بتقول إن أنت أبانا الذي، فين كرامتي؟ ما بتقوليش صباح الخير ولا مساء الخير، يبقى فين الأبوة؟ ما فيش أبوة. وأن كنت سيد فأين هيبتي؟ آخر نقطة، أنا بصلي ليه؟ لأن الصلاة وصية لنا تجاه الآخرين حتى الأعداء. خلي بالكم، دي وصية لنا، لازم نصلي للآخرين وللأعداء. مين اللي نصلي للآخرين؟ دي موجودة فين؟ يعقوب 5 يقول كده: صلوا بعضكم لأجل إيه؟ هنا بقى لازم يكون في تحنن وبذل، نحب بعض، نبذل من أجل بعض. أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم. إحنا محتاجين هنا غفران وتسامح. إزاي أقبل؟ طب هقول لكم حاجة. أيام حادثة طنطا، شهداء طنطا، في أحد المذيعين كان بيتكلم مع والدة شهيد، فبتقول لها: إيه شعورك في الراجل اللي جه قتل ولادكم؟ قالت له: شعوري أنا بصلي له إن ربنا يسامحه. قال لها: نعم. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ تخيلوا واحدة تقول بصلي له إن ربنا يسامحه على اللي هو إيه؟ أهي دي قدرت تنفذ إيه بقى؟ أحبه إيه؟ بس على طول في علاقة مباشرة ما بينها وما بين ربنا. دي لو ما فيش علاقة ما بينها وما بين ربنا، ده أنا يتقصف عمره، يولع مش عارف إيه صح ولا مش صح؟ فإحنا بنصلي، هقولها بسرعة تاني، إحنا بنصلي لأنها وصية من ربنا، بنصلي لأنها وسيلة بنعيش مع ربنا فيها، بنصلي عشان نحتمي فيه، بنصلي عشان يسمع طلباتنا، مش الأرضية على فكرة، يسمع طلباتنا. بنصلي من أجل إن احنا نشكر ربنا، بنصلي عشان نقدر نصلي للآخرين ونصلي للأعداء. طيب السؤال بقى الثالث: هل إن صليت تتغير الظروف وتتغير الأحوال؟ عاوز إجابة. يعني أنا بصلي، هل تتغير الظروف والأحوال؟ أعطاه الله حسب قلب، ماشي. حسب مشيئة إيه؟ ممكن لو نفذ طلبي يبقى هلاك بالنسبة لي. قصة حقيقية على فكرة حصلت. 2 خدام نشأوا في الكنيسة، وكان الخادم اتجاهه للرهبنة، وفجأة واحدة بقى في ضغط من أهله عليه: يا ابني أنت الوحيد وعاوزين نجوزك ونفرح بيك. فما حبش يزعلهم، قال: خلاص، لتكن إرادتك يا رب ولتكن مشيئتك، أنا مش قادر أزعل، أنت قلت اكرم أبايا وأمي. واختار خادمة رائعة في الكنيسة، وهو أروع، اتخطبوا وقعدوا فترة، وبعد يعني خلاص بيتفقوا على الحاجات الأساسية، الدنيا اتفشكلت. الخادم جه يعمل ايه؟ يروح على المذبح هنا كده ويقول له: اشكرك يا رب، انت عارف خيري فين، وامشي. اللي شاف المنظر ده بكاهن يعني. جت الخادمه خدت نفس المنظر، جت هنا سجدت ومسكت في الستر ده، قالت له: ليه يا رب؟ احنا كنا مع بعض وبنحبك ويعني ملتزمين بس لتاكل ايه؟ مشيئتك. ما مر الشهر وهي ماشيه زحمه في الكنيسه، في ايه؟ قال لها: فلان الفلاني انتقل، اللي هو كان مين؟ خطيبها. فساعات احنا، طب سؤال، انا لو مكان الولد او مكان البنت، ليه يا رب؟ ده البنت بتتنام وبتعترف
وبتبذل مجهود واحنا ما بنأثرش. ما مش ممكن يقول كده، وهي ممكن تقول كده، لكن قالت لتكن ايه؟ ربنا شايف مشيئته ان ده فعلا كان طالب الرهبنه، وحب ما يزعلش باباه ومامته على حساب نفسه. ربنا قال له انا عاوزك برضو راهب، هاخدك. زي قصه مين اللي بنتفرج عليها؟ ابونا فلتائس، اخوه وبعدين اهله رفضوا، فربنا قال لهم طب هاتوه بقى. هل ان صليت تتغير الظروف وتتغير الاحوال؟ انه الافضل اتغير انا واقبل التجربه، ولا ربنا يغير التجربه؟ انه الاحسن؟ ايه رايكم في الفتيه لما اترموا في اتون النار؟ عملوا ايه؟ صلوا. هل ربنا شالهم من التجربه يعني طلعهم من النار؟ لا، كان معاهم وسط الايه؟ عشان كده ما شعروش بالنار، بالتجربه دي. ايه اللي حصل؟ هم اتغيروا، مش التجربه اللي اتغيرت، لا هم اللي اتغيروا. هم اللي اتغيروا. انه الافضل لما اجي اصلي ربنا يقول لك انت لو اتغيرت انت اللي هتقبل الوضع ده. لكن طول ما انت معاند مش قابل الوضع ده، طول ما انت ليه عمرك ما هتقدر تعرف انا عاوز ايه. على فكره الله له الحق والسلطان يعمل فيها اللي هو عاوزه، صح ولا مش صح؟ طب هل احنا نثق في الله انه عنده الحكمه المطلقه، الصلاح المطلق، الخير المطلق، ولا ما نثقش في كده؟ طيب هل انا حكمتي جنب ربنا؟ هل فكري هيجي جنب ربنا؟ انا لما اختار وربنا يختار انه الاحسن؟ يبقى لما اجي اختار اقول يا رب انا عاوز اختار فلانه، بس لتكن ايه؟ مشيئتك. طب ربنا ما كملش الموضوع، اقول له اشكرك يا ايه؟ يا رب. لان بتحصل مشاكل، لسه بتكلم مع ابونا موسى، تحصل مشاكل بعد الجواز ويجي البنت اولاد، طب ليه يا رب؟ هو انا ينفع يحصل لي كده؟ اقول لك طب رجع كده شريط حياتك لما كنت في الخطوبه وحصل كذا، والمفروض ده يبعد عن ده، عملت ايه؟ اصل كنت بحبه وبقى في مشاعر. طب جاي بقى ترمي اللوم على ربنا ليه؟ ربنا بيقول لك خلي بالك اختيارك غلط. لا متشكر يا رب. وبعد ما قلت له متشكر بقول له ليه يا رب؟ عجيب الانسان، مفيش فايده فعلا. يعني احنا نظرتنا قصيره، احنا حكمتنا صغيره، احنا بنفكر للجسد وربنا بيفكر للروح. شايفين؟ في التقاء ولا مفيش التقاء؟ في التقاء ولا مفيش التقاء؟ عشان كده انا ساعات بطلب حاجات ربنا ما بيستجيبهاش. ليه؟ اصل انا بطلب حاجات للجسد وربنا بيطلب لي حاجات للايه؟ انت خلاصك اهم يا عم من اللي انت بتعمله ده. انت في لحظه زلزال بيتدربك وبينزل على دماغنا كلنا، صح ولا مش صح؟ فساعات مشيئتي ومشيئه ربنا مختلفين، فهيجاوبك ليه؟ زي الطفل الصغير اللي راح يمسك النار، لو مامته سابته هيولع. يا انا بحب النار عاوز العب، لا ممنوع. طب ليه؟ هو كده، انا مش فاهم. طفل صغير مش فاهم، ربنا فاهم، يبقى المفروض اقول له لتكن مشيئتك ولتكن ايه؟ ارادتك. خلي بالكم المرأة السامرية دي بتشبه حياتنا فعلا. المرأة السامرية طلبت احتياجاتها الجسدية، صح؟ وربنا كان بيدور على احتياجاتها الايه؟ الروحية. انه اللي فاز؟ ده هي اتحولت من امرأة خاطئة ويقولوا عليها امرأة خاطئة إلى امرأة ايه؟ شوفوا بقى الأقوى، لما الروح بتبقى أقوى من الجسد بيعمل ايه؟ هي طلبت الماء اللي كل ما تشرب تعطش، قال لا 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 لا، أنا هديك مية لو شربت منها عمرك ايه؟ هي فكرها لسه أرضي بجد. طب هي فين؟ طب انت معكش دلو والبئر عميق؟ لا 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 لا، انا بتكلم في حته وانت بتفكري في حته تانية خالص. فاحنا بنفكر في الجسد لكن الله بيفكر لنا في الروحيات.
خلي بالكم برضه الله لا يحدد فقط استجابته للصلاة، ولكنه يحدد أيضا طريقته في الاستجابة. يعني إيه ديت؟ إيه قصة إبراهيم لما ربنا قابله؟ حد عارفها؟ 3 ملايكة بعد ما خلصوا الكلام وسرة ومش سرة وضحكتي وما ضحكتيش، راح طلع بره قال له أنا مش هخفى عنك اللي أنا هعمله يا إبراهيم، أنا عاوز أهلك إيه؟ سدوم وإيه؟ قال له أديان الأرض لا يصنع عدلا. إيه ده؟ هو مشيئة ربنا بالنسبة لك إبراهيم سلبية وأنت المشورة بتاعتك إيجابية؟ إيه رأيكم في الموضوع ده؟ إيه رأيكم؟ عاوز حد يناقشنا يا جماعة؟ طب اللي يجاوب ياخد 5 جنيه، ما كله أرضيات، كله أرضيات. بقول لما ربنا مسك إبراهيم وقال له أنا مش هخفى عنك، أنا عاوز أولع سدوم وإيه؟ قال له أديان الأرض لا يصنع عدلا أو رحمة. يعني هل ربنا عاوز يعمل حاجة وحشة وإبراهيم عاوز يعدل له الحاجة؟ إيه رأيكم في الموضوع دوت؟ بدلة الأصدقاء ماشي. طيب بص، هاتي لي 10 جنيه يا ميري، انت مبهدلاني في فيلم، هات 10 جنيه. ابدا، ده لو قعدت للصبح ماشي. ايوه بيني وبينك 20 جنيه. بصوا بقى يا ولاد، مشيئة الله سدوم عمورة هتهلك. طب ليه يا رب؟ اصله صنعوا الشر. فابراهيم بيقول له طب لو في بار في المدينه هتهلك البار مع الاسيم؟ قال له لا ما حصلش يا ابراهيم، وانا اقدر اعمل كده؟ فربنا مشيئته هلاك سدوم وعموره، وفي نفس الوقت استجاب لصلاه ابراهيم اللي هي ماشيه مع مشيئه ربنا في خلاص الابرار. ايه المشكله؟ مشيئه ربنا صالحه للابرار، قال لهم انا بطريقتي تعالى يا لوط اطلع بره وهولع سدوم وايه. ابراهيم كان بيفكر بفكره الارضي انه عشان ربنا يخلص الابرار يخلص المدينه كلها. هنا ما فيش عدل الله. عدل الله ده فيه شر. شايفين ديت؟ ربنا بينظر بمنظور واحنا بننظر بمنظور تاني خالص. فاحنا المفروض نقول لربنا هذه هي الثقة التي لنا عنده، ان طلبنا شيء اللي هيجاوبها 5 جنيه. هذه هي الثقة التي لنا عنده ان طلبنا شيء. مين اللي اتكلم؟ جدع يا مهر، انا بتلكك لك. حسب مشيئته سنة كمان يسمع لنا. ايوه هديها لك صدقيني. البت بتلطم جنبها. 5 جنيه. ايوه ماشي. اللي خد يبقى في الاتوبيس يلمهم تاني. ها بصوا بقى، بصوا بيقول ايه؟ وهذه هي الثقة. شوفوا الثقة؟ هذه الثقة التي لنا عنده ان طلبنا شيء حسب مشيئته يسمع ايه؟ لنا. طب اعرف مشيئته منين؟ اولا من خلال تقوية عمل الروح القدس جوانا. من غير صلاة هسمع مشيئته ازاي؟ من غير صوم هسمع مشيئته ازاي؟ من غير تنفيذ وصية ربنا هسمع وصيته ازاي؟ الروح القدس يعلمنا ينبغي ان نصلي ازاي، يعني هيعرفنا ازاي نصلي. ينشئ فينا الصلاة التي بحسب مشيئته. الروح القدس يمدنا اللجاجة والمثابرة عشان نستمر في الايه؟ في الصلاة. طيب هسأل سؤال. في ملوك الأول نطلعها كده. أنا خلصت. أنا ربط الساعة 9. هو قالوا لي ل9. لا هم قالوا لي ل9. أنا خلصت يعني. ملوك الأول إصحاح 16 29 يقول ايه كده؟ حد جابها؟ ايوه.
وأخاب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسى ملك يهوذا، وملك أخاب ابن عمري على إسرائيل في السامرة 22 سنة. خلي بالكم اللي جاية. وعمل الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله. ده مش كده بس، في الآية 31 يقول لك وعبد البعل وسجد له. 32 وقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة. كان العقاب ايه؟ بصوا بقى كده في 17 وقال ايليا 17:1 حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنة إلا عند قولي. إيه رأيكم في إيليا اللي عمله ده؟ ربنا ليا قال كده ما فيش مطر ولا طل لغاية لما أقول. لغاية لما أقول. هو مين اللي يقول؟ إيليا. ربنا ده قال أنا واقف بتكلم مع ربنا وهو اللي قال لي أقول كده. يعني صلاة إيليا، شوف ربنا استجاب لصلاة. هو ممكن ربنا يقول على فكرة مفيش مطر، يقدر ولا ما يقدرش؟ بس بصلاة إيليا وقف المطر، وبصلاة إيليا جاب المطر بعد كام سنة؟ بص اهو، يعني مشيئة ربنا مشيت مع مشيئة إيليا، فعشان كده استجاب لمشيئة إيه؟ إيليا. أهو وقال إيليا في اللي هو الإصحاح الأولاني حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. طب هاتوا الإصحاح اللي بعده 18 وبعد أيام كثيرة. بصوا بقى أهي كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة، يعني عادت كام سنة ما تمطرش؟ 3. اذهب وتراءى لأخاب فأعطيه مطرا على وجه الإيه؟ يعني إيليا بيتكلم بكلام ربنا ومشيئة إيه؟ ربنا. بس ربنا بيستخدم صلاتنا. خلي بالكم ربنا بيعمل الخير لنا، صح ولا مش صح؟ طب ايه رايكم بقى؟ انا اكبر دماغي مش مصلي، انت بقى ابويا واعمل اللي انت عاوزه. ايه رايكم؟ خلاص انا اخر سؤال ومش هكمل تاني. ايه رايكم؟ مش انت ابونا وانت بتحبنا؟ خلاص انا يا عم انا حاطط رجل على رجل زي ما بيقولوا كده، وانت شوف بقى اللي انت عاوز تعمله. ايه رايكم في الطالب اللي يجي يقول انا مش مذاكر بقى وانت هتنجح؟ هينجح؟ ايه رايكم في اللي بيلعب ماتشات انا مش هتدرب، انا ربنا عارف ان انا هفوز فانا مش هتدربوا؟ لا يا جماعه مفيش تدريب، احنا هنفوز الماتش اللي جاي. ما هو ربنا عارف مع علم ربنا عارف كل حياتنا هتعمل، بس احنا اللي بنحددها. احنا اللي بنحددها. خلاص انا مش هشتغل وانت اكلني. ينفع؟ ما ينفعش. انا هشتغل وربنا هو اللي ايه؟ اللي يبارك. طب اقول لكم بقى حادثه، اخر حادثه بقى، كل مره اقول لكم اخر حاجه، كل مره اقول لكم هي اخر حاجه على فكره. ايه رايكم في الحادثه بتاعت بطرس لما كان ربنا بيقول له يا بطرس تعالى، يا بطرس تعالى صلي معايا، تعالى اسهر وصلي في جسيماني. يروح بطرس داخل حاضر يروح داخل كده مستخبي ونام. يجي له تاني يا بطرس تعالى صلي، عمال يقول له كم مره؟ 3 مرات. طب انت عاوز ايه يا رب؟ عشان تقدر تتغلب على التجربه يا بطرس. لكن بطرس عمل ايه؟ نام. هجموا على المسيح. ايه اللي حصل؟ راح بطرس وطلع السيف وراح على ايه؟ قطعه. شفت بقى؟ ربنا كان بيقول لك اصبر تعالى صلي، هديك القوه اللي تقدر تواجه بيها الايه؟ التجربه. انت ما صليتش خلاص هتعمل الايه؟ الغلط. فربنا ساعات بيستنى ان احنا نصلي عشان ايه؟ يساعدنا. يعني هو عاوز ارجعوا الي ارجع ايه؟ اليكم. يعني في بركات كتيره انا ما باخدهاش بسبب انا اللي ما بطلبهاش بثقه من ربنا. معايا؟ خلاص انا خلصت على قد ما اقدر، يعني لميت الموضوع والحمد لله. انا طولت عشان ما يبقاش في اسئله، عشان نطلع على اللعب على طول. ولا في اي سؤال؟